عارف ايه هي اخطر حاجة ممكن تحصل لك؟ انك تبقى فاهم كل حاجة وما بتعملش ولا حاجة. مشكلتك الحقيقية مش انك مش عارف، مشكلتك انك عارف كويس قوي بس بتأجل. عارف ان السجاير بتضر بس بتقول دي اخر واحدة، وعارف ان صحتك محتاجة اهتمام بس بتقول هبدأ من بكرة، وعارف ان في خطوة معينة لو عملتها حياتك هتتغير للأحسن وبرضه مستني الوقت المناسب. عارف ايه هي الحقيقة المؤلمة؟ احنا احيانا بنستخدم المعرفة كبديل للشجاعة. يعني مثلا نسمع بودكاست، نقرا كتاب، نتعلم حاجة جديدة فنحس إن كده ان احنا بنتقدم، لكن الحقيقة بقى ان احنا واقفين في مكاننا ما اتحركناش. الوعي لوحده مش انجاز يا صاحبي، الانجاز بيبدأ لما الوعي يتحول لفعل. في حد كان بيحلم يعمل مشروع من سنين بس كان مستني اللحظة المثالية والوقت المثالي. عارف امتى الدنيا بدأت تتحرك معاه؟ لما بدأ بخطوة واحدة بس بسيطة، مش لأن الظروف اتغيرت، لانه هو اللي اتحرك. اسمع الجمله دي كويس قوي: حركه صغيره النهارده اقوى من تفكير كتير بقاله سنين. فقبل ما تقفل الفيديو ده عايزك تسأل نفسك سؤال واضح وصريح: يا ترى ايه الحاجة اللي انت عارف انك لازم تبدأها فورا ومأجلها؟ عايزك تختار خطوة واحدة بس تبدأ بيها النهاردة، مش الطريق كله، لان الفرق ما بين شخص حياته بتتغير وشخص حياته ثابتة مش في كمية المعرفة، الفرق في قرار بسيط جدا انه يبدأ. تنساش بقى تتابعني. سلام.